السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا من آخر روتين عملناه مع بعض. أتمنى يكون روتين النهاردة يعجبكم بإذن الله، حاجة مختلفة عن كل مرة إن شاء الله يعجبكم. أتمنى كمان يكون فيديوهات الروتين اللي احنا بنقدمها والمواضيع كمان اللي بنتكلم فيها في الروتين يا بنات تكون بتعجبكم، او يعني تكون بتنفعكم ولو بقدر بسيط. يعني نبدأ كده، بسم الله هنبدأ يومي. شغلت قناة القرآن طبعا. نزلت الولاد الحضانة، كانوا يعني لسه طالعين من دور تعب، كانت عندي أروى تعبانة شوية ولسه طالعة من دور تعب الحمد لله. فقلت بقى ايه وانا جاية، ما يعني كنت حاسة ان انا عايزة انام لاني نايمة متأخر، يعني بسبب التعب اللي هم فيه. واللي انا فيه كنت بنام متأخر وبصحى بدري وبعد كده ارجع انام، فالدنيا عندي كانت متكعبلة. وزي ما قلت لكم انا النهارده هنتكلم مع بعض في موضوع حلو قوي، ويعني ما فيش حد ما بيشتكيش منه، ان انت دايما مهدودة وان انت شغل البيت ما بيخلص، ومهما نظفتي حاسة ان انت الدنيا متبهدلة عندك. هنتكلم بإذن الله مع بعض. قبل ما افطر، قبل ما اعمل اي حاجة، فتحت البلكونات والشبابيك وكل حاجة في الشقة يا بنات. وبعد كده شغلت دورة غسيل، على بقى ما الدورة تخلص اكون عملت بقى ايه، لفيت كده لفة في الشقة. تمام. قلت اشغل الغسالة قبل ما ابتدي اعمل ايه الفطار بتاعي. جربوا السندوتش ده، ميكس هيعجبكم قوي. حطيت جبنة، ده رقاق كنت جايباه من عند ماما، ربنا يبارك فيها، هي بتعمله عشان الولاد عندي بيحبوه جدا. جبت جبنة، عارفين الجبنة اللي هي العلبة اللي هي الدومتي العادية. وبعد كده جبت البطاطس دي التومية اللي احنا بنعملها مع بعض كتير ولحد ما زهقتكم منها بجد. جربوا الميكس ده مع الرقاق، حاجة كده خطيرة، او مع اي عيش عادي يعني متوفر. وكمان قطعت كده ايه خيارة. قلت ايه اهتم شوية بموضوع الفطار ده، لان الفترة اللي فاتت ما كنتش بهتم بيه. وكمان كنت يعني ايه، يعني مش عايزة اقول لكم كان مأثر عليا صحيا وعلى عظمي. بحس ان انا عظمي وجعني، عظم يعني زي ما يكون ايه، ايدي مكسورة، رجلي مكسورة. طبعا خلصت فطار يا بنات، ما حبيتش اعمل اي حاجة دافية دلوقتي. حسيت ان انا لو شربت حاجة دافية هنام، مش عارفة ليه. فقلت قمت كده وقومت الكسل. احنا الوقت ما كانش بدري قوي، يعني كان الساعة 10 ونص. زي ما شفتوا معايا هبتدي كده ادخل اكنس البلكونه. انا كان بقالي يومين ما كنستهاش. البلكونه عندنا المنطقه بتاعتنا يا بنات مش مرصوفه، يعني مفيهاش اسفلت، غير الشارع الرئيسي هو اللي فيه اسفلت. فطبعا الدنيا متبهدله، مع اني انا ساكنه في الرابع، يعني انا ساكنه في الرابع علوي، يعني قولي خامس. فالدنيا كمان كانت متبهدله تراب. انا يوماتي على الله لازم اكنس البلكونه، بس ساعات ببقى غصب عني مش قادره. كنست البلكونة وسيقتها. طبعا الناس اللي تحت مني او الجارة اللي تحت مني كانت منشرة. فطبعا صعب قوي او ما ينفعش ان انا اسيق واكب مية واعمل بالمكنسة والكلام ده، لا، او بالشرشوبة. فحبيت اعمل كده ايه مسحة سريعة. القماشة دي يا بنات او الخيشة زي ما احنا ما بنقول، كنت بلاها مية سخنة من السخان، تمام، وحط عليها شوية معطر. ومسحت بقى البلكونه، اديت لها ريحه حلوه كده. الميه السخنه يا بنات هي اللي بتخلي التسييق بتاعك ما يبقالوش ريحه. يعني في ناس لما تيجي تسيق بتحس ان مهما عملت باغلى المعطرات وحطت حاجات وديتول والكلام ده، بتحس ان الارض زفره، او التسييق بتاعها ريحته زفره. فاهمين قصدي طبعا؟ تمام. لا، هي السر في الميه السخنه. اما تسيقي بميه سخنه هو ده احسن حاجه. طبعا بعد ما سيقت سبت الدنيا هديت شويه كده في الارض شويه، يعني سبتها تنشف، ما دخلتش بقى على طول. حسيت ان الدنيا بقى ايه، ابتدت الشمس تطلع. طلعت البطانيه بتاعتي، وكمان طلعت البطانيه بتاعت الولاد. سبتها حوالي ساعتين 3 كده، ورشيتها بالمعطر زي ما انتم شايفين، علشان ما بحبش ارش المعطر جوه بعد ما ادخلها، لا، بحب احطها بره زي ما انتم شايفين كده، علشان الدنيا ما تبقاش يعني متبهدله معايا. وكمان الولاد عندهم حساسيه، وانا كمان عندي حساسيه وجيوب انفيه، فيعني حسيت ان الفكره دي احسن. بعد ساعتين 3 كده شفت كده اللي ورايا.
روقت الأوضة بتاعتي كده وكنستها ونضفتها وغيرت الملاية بتاعتها. وكمان عدى وقت بقى فنشرت دورة الغسيل بتاعتنا اللي احنا لسه حاطينها، معظمها ملايات بقى وكم غيار من غيار الولاد. بعد ما غيرت الملايات بتاعة الأوض، بعد كده دخلت البطانية بتاعتي، خلاص كانت أخدت الشمس بتاعتها. سبت بقى بطانية الولاد للآخر لحد ما اخلص المواعين. بحب اسيب بطانية الولاد اكتر وقت ممكن. هنبتدي كده نغسل المواعين مع بعض. المواعين بتاعتي ما كانش كتير، كانت من قبلها بيوم، بس عارفين يا بنات جيت على اخر اليوم، يعني قبلها بيوم، يعني خلاص جبت اخري، فصعب قوي ان انا اقف واغسل مواعين. فالفترة اللي فاتت عايزة اقول لكم على حاجة، ان انا مش عارفة بقى دي حاجة خاصة بيا او حاجة يعني مشكلة عامة. بحس ان انا لما بشتغل او بتعب او ملهاش علاقة بشغل البيت قوي، يعني ايه، لما بزعق، يعني انا لاحظتها اكتر لما بزعق مثلا او بتعصب على الولاد، او مثلا اي مشكلة بتحصل بتزعلني او ايا كان، يعني مثلا الاخبار لما بتشوفيها في التلفزيون او بتفتحي الفيس وتشوفي اخبار. طبعا الدنيا دلوقتي يعني الله المستعان، مفيش خبر يسر القلب يعني تمام. بحس ان انا ايه، رجليا بتقف فجأة، زي ما يكون يا بنات ايه، رجلي او ايدي زي ما يكون فيها جزع، او الجزء بتاع القدم من تحت مفصول عن الجزء اللي هو بتاع الرجل او الايد. فاهمين قصدي؟ حس ان ايدي صوابعي مفصولة عن جسمي نفسه، كأن جزع، كأن مخبوطة، كأني حاجة وبقع. مثلا ممكن في الايد او في الرجل، مش عارفة في ايه. ممكن اكون مثلا ايه لسه صاحية من النوم واحس الاحساس ده، فبقول في دماغي إيه، يمكن اتخبطتي وانت مش واخده بالك. بس هل كل مره ان انا بتخبط وانا مش واخده بالي، او البقع اللي بتظهر دي سواء بني او موف او الكلام ده، فانا شاكه انها ممكن تكون نقص فيتامينات او كده. فاللي يعرف حاجه عن الموضوع ده يكلمني يقول لي ايه اتصرف ازاي او اعمل ايه او احلل ايه يعني. تمام. عايزه اقول لكم انها ملهاش دعوه بشغل البيت، يعني ساعات ابقى مش شغاله او مش بعمل حاجه او ما عملتش مجهود وبرضه بيحصل لي نفس الموضوع. تمام. نتكلم بقى في الموضوع اللي احنا اصلا ناويين ان احنا نتكلم فيه. دايما حاسه ان انتي مهدوده وملكيش نفس، ومهما عملتي يعني سوري يعني في اللفظ، يعني عامله زي الطور المربوط في الساقيه. شغل 24 ساعه، ما بتلحقيش تنامي، مهما نمتي حاسه ان انتي تعبانه، حاسه ان الدنيا متبهدله معاكي. دايما الناس مثلا سواء عايشه في بيت عيله او عايشه لوحدك، حاسه ان انتي دايما مقصرة. دايما حاسة ان انتي مش يعني ايه، ولادك مش زي ما انتي عايزة، او دايما بتزعقي في الولاد، او دايما الدنيا عندك مش متظبطة. يلا بينا نشوف احنا هنتكلم في ايه النهاردة. اولا انا مش بتكلم كان انا بنصح، او ان انا بتكلم يعني ان انا بفهم في كل حاجة وان انا ام العريف والكلام ده، لا 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 خالص. انا زيكم بتعصب وبتكلم وبزعق وبحرق في دمي كتير. وده عيبي ان انا عصبية جدا وبزعق جدا. بس عرفت حاجة، يعني من كتر ما انا بدور في الموضوع ده ومن كتر ما انا بتكلم فيه، او من كتر اللي هو ايه حد يقولي ايه اهدي اعصابك، يا بنتي انت لسه صغيرة، اهدي بالراحة، الولاد هيتعقدوا وانتي نفسيتك هتتعب والولاد نفسيتهم هتتعب وهيكرهوكي. آه، فاهمين قصدي يا بنات؟ فانا عايزة اتكلم في ايه. اول حاجة بالنسبة ليكي انت، لو موضوع التعب او ان انتي ما بتخلصيش شغل بيتك ده، او ان انتي شايفه دايما ان انتي مقصره وان انتي البيت مش نظيف وان انتي البيت دايما مكركب او مش مترتب او كده، عايزه اقولك على حاجه. اول حاجه، بعيدا عن النظافه او عدم الترتيب او الكركبه، في حاجه ممكن يكون سبب التعب اللي عندك ده تعب، يعني سبب الفرهدة او سبب الكسل والخمول والنفسية اللي هي مش متظبطة، ده تعب جسماني او تعب نفسي. يعني مثلا في حاجة في دماغك دايما بتعكنن عليكي، او حاجة بتفكري فيها دايما، فهي اللي تعبالك نفسيتك وتعبالك جسمك. دي حاجة. في حاجة تانية، ان ممكن يكون فعلا زي ما انا كنت بقول في الاول يا بنات، ان ده يكون نقص فيتامين في جسمك. في ناس بتقولك نقص فيتامين د، نقص مغنيسيوم، نقص انا طبعا مش دكتورة عشان اتكلم بتعمق في المواضيع دي، بس ايه، احنا بندي معلومات لبعض، يعني مش معلومات طبية، احنا بنساعد بعض ان احنا نشوف ايه الدنيا ماشية ازاي بينا يعني.
فاهمين قصدي؟ ممكن يكون كمان، وده الأرجح كمان يعني اللي أنا بفكر فيه، حاولي تعملي صورة دم كاملة، ان يكون الهيموجلوبين بتاعك مش متظبط، وده غالبا او نسبة الحديد اللي هو في الجسم نفسها مش متظبطة، او نسبة السكر في الدم عالية او قليلة. طبعا طبعا حضراتكم فاهمين الموضوع ده بيأثر على الجسم. او كمان يا بنات الغدد، ممكن يكون نسبة الغدة الدرقية، ممكن حد يقول لي طب انا ما عنديش غدة درقية، هي بتيجي فجأة. هي بتيجي فجأة. ممكن تكوني مثلا عاملة تحاليل والدنيا متظبطة معاكي السنة اللي فاتت او من كام شهر، وفجأة تعملي تحليل يكون عندك الموضوع ده. الغدة الدرقية يا بنات، انا بتكلم من واقع خبرة. موضوع الغدة الدرقية ده انا بتكلم فيه من واقع خبرة في ايه؟ خبرة ان انا عندي غدة درقية، ودي اول مرة اطلع واتكلم في الموضوع ده. الغدة الدرقية دي يا بنات عاملة زي ايه؟ هي اللي بتتحكم في جسمك. ساعات تحسي ان انتي مثلا نشيطة وعايزة تقومي وتشتغلي وتحرقي وتعملي تشقلبي البيت كله في يوم واحد، تمام؟ مش قادرة تنامي، بتجيب أرق. يا إما على النقيض، بتاكلي كتير أو قطع الأكل، بتنامي كتير أو قطع النوم، بتتحركي كتير أو مش قادرة تتحركي، دايما بتتحكم في ضربات القلب، دايما بتتحكم كمان في حركتك، وكمان ضغطك يا إما عالي قوي يا إما ضغط منخفض خالص. فاهمين قصدي يا بنات؟ فطبعا الموضوع ده لازم ان احنا نهتم بيه كويس جدا، تمام؟ ده بالنسبة لو مرض عضوي او مرض نفسي. مش مرض نفسي ان انا ابقى مجنونة او الكلام ده، لا. مرض نفسي ان مكتئبة، طالعة زعلانة من حاجة، زعلانة من حد، حاسة ان الدنيا يعني جاية عليكي شوية، حاسة مع ان ربنا ما بيجيش على حد، والله يا جماعة احنا اللي بنيجي على نفسنا. حاولي انت ما تجيش على نفسك عشان خاطر حد. دي حاجه. بالنسبه بقى للحاجه التانية، ان انت دايما، ده انا بفتح فيديوهات اليوتيوب وبشوفهم بيمسحوا بلاطه بلاطه، وتقولك ده انا كل يوم بمسح مش عارفه ايه وبعمل ايه، والبوتاجازي كل 5 دقايق بغسله. يا جماعه مش كل الناس دي بتتصدق، قسما بالله العظيم مش كل الناس دي بتتصدق. في فعلا اللي هو ايه، حكمي عقلك. انت حكمي عقلك لما تتفرجي على واحده مثلا زي مثلا، تمام، طالعه تقولك انا يعني انا مش هجيب سيرة حد، لو انا مثلا هقيس الموضوع على نفسي، انا مثلا طالعه اقول لك ده انا كل 10 دقايق، كل ساعه، كل ما اعمل كوبايه ميه ولا اغلي مش عارفه كوبايه شاي على البوتاجاز لازم اغسله واغسل الحوامل واغسل الفرن. هل ده كلام يعقل؟ ايعقل؟ طبعا لا. مثلا ممكن اغسل البوتاجاز ده لو الصبح مثلا بعمل فطار، اللي هو الفطار التقيل بقى والكلام ده، اللي هو الفطار التقيل التقيل، يعني لو هطبخ على البوتاجاز ممكن امسحه مسحه، تمام؟ وساعات ممكن اكسل، مش هضحك عليكم يعني، وساعات ممكن اكسل واقول ايه، لا ما انا هعمل الغدا، استنوا شوية، تمام؟ اللي هو عندي حاجات تانية اولويات ان انا اشتغل عليها. ما ينفعش يبقى حياتك، بصي انت لو دورت ان كل حاجة في حياتك، اكل شرب مذاكرة نظافة، انت نفسك، علاقتك بولادك، علاقتك بزوجك، علاقتك باهلك، علاقتك بالدنيا بحالها، 10 من 10. مفيش حد حياته كلها بيرفكت 100%، مفيش الكلام ده يا جماعة. مفيش، لازم يبقى فيه خلل في حاجة. مفيش حد حياته كلها ماشية زي الاكس. احنا مش كمبيوترات، احنا مش آلة حاسبة. ده الآلة الحاسبة بتعطل والكمبيوتر كمان بتعطل، احنا بني ادمين، يعني وارد نسبة الخطأ ولو نسبة كبيرة. بس اهم حاجة ان انا يعني احاول ان انا يعني اظبط كل حاجة. يعني ايه؟ انا مثلا صحيت الصبح النهاردة، ورايا كام حاجة كده عايزة اعملهم. انا صاحية مثلا البوتاجاز بتاعي شكله مش نظيف، اعمل ايه؟ يبقى اول ما هصحى ما ادخلش بقى اشتغل على طول، لا، اعمل لنفسي كده ايه، حاجة بحبها، مثلا كوباية قهوة، كوباية شاي، شاي بلبن، اطلع معجنات، اعمل سندوتش ايا كان زي ما انتوا حابين، تمام؟ بعد كده اقوم بقى ايه، اشوف اللي ورايا. بس قبل ما اعمل السندوتش بقى، زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو، انا ايه، جيت بعد ما وديت الولاد الحضانه، طلعت فتحت بقى شبابيك الشقه كلها، نزلت دخلت بقى دورة الغسيل تشتغل. الوقت اللي انا هلف فيه في الشقه ده ينفع. فطبعا في ناس ممكن تعمل الكلام اللي انا بقوله ده قبل ما تفطر، وفي ناس تعمله بعد. تقولك لا انا ما اقدرش اعمل افتح شباك حتى من غير ما ايه، ما افطر، تمام؟ انا عن نفسي كده،
لو ابتديت شغل في البيت ويعني ايه وسخنت بقى والحماس خدني وكده، لا ممكن ما افطرش يعني اقول ايه، لا ده انا لو قعدت فطرت هريح. تمام، كل واحدة فينا ليها تفكيرها وليها دنيتها الخاصة بيها، فاهمين يا بنات؟ فانا ايه، زي ما انتوا شفتوا كده، الغسيل شغال، قمت عملت سندوتش سريع، ما حبيتش اعمل حاجه دافيه، شويه كده وعملت لنفسي كوبايه قهوه عشان افوق شويه. تمام، احاول بقى ان انا اظبط دنيتي، لو عندي طبقين في الحوض اغسلهم، البوتاجاز اغسله كده قبل ما اطبخ عليه علشان احس ان انا ايه، مبسوطه. كنت حابه اقول لكم ايه يا بنات، مسحت بقى الرخام ومسحت الدنيا. عايزه اقول لكم اخد رايكم بس في حاجه ونرجع تاني للموضوع اللي بنتكلم فيه. الرخامة انا كل شوية اجيبها يمين وشمال، يعني في واحدة على ايديكم اليمين وفي واحدة في الوش، حابة ان انا اجيبهم جنب بعض. فقولوا لي في الكومنتات هل الفكرة دي كويسة ان انا احطهم جنب بعض كده بالطول، واحط التربو في النص. ايه رأيكم؟ عايزة بس ايه ارائكم في الموضوع ده. وكمان عايزة اظبط بقى الفيديوهات الجاية ان شاء الله من بعد العيد. الادراج بتاعة المطبخ يعني متبهدلة، يعني اتقلبت. غير ان عندي محمد ربنا يبارك لي فيه يا رب، في مرحلة الاكتشاف اللي هو سن السنتين فما فوق ده، كل شوية يشد حاجة يوقع حاجة ينيل حاجة، فالدنيا عندي متبهدلة. وعايزه اقفل برضو المطبخ الالموتال ده لان كل شويه اتكسر مني وكل شويه اتبهدل مني، فمش مالكه الوقت. وكمان بطلع من حاجه في دايره يعني مغلقه كده، عماله اطلع من ده على ده على ده. طب بصوا، طب الشهر الجاي مثلا هظبط دواليب المطبخ، انا قصدي ان انا اركب البيبان لان البيبان عندي متخلعه. تمام، حاجه تانية عايزه اقول لكم عليها، هي ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد، المخلل الجزر اللي احنا عاملينه في الفيديو بتاع روتين الست اللهلوبة. بصوا، عايزة اقول لكم ان انا فتحت عليه بعد 10 ايام مش 12 يوم، حاجة كده يعني تحفة. جربوا المخلل يا بنات، تحفة بجد بجد تحفة، وبيفتح النفس على الاكل. بفرح قوي لما يبقى عندي مخلل في البيت، مش عارفة ده انا بس ولا حد تاني. نرجع بقى لموضوعنا تاني. زي ما انتم شايفين كده انا عملت غدا سريع كده لاني صراحة كنت خلاص هنكت الاكلة دي اللي الولاد بيحبوها. ده بانيه جاهز. حبيت بقى ايه ان انا ايه اروقها عليهم كده. بعد ما روقت المطبخ مسحت البوتاجاز كده مسحه سريعه بس نسيت اصوره. عملت سندوتشات كده زي ما انتم شايفين. نرجع تاني لكلامنا. عايزه اقول لكم يا بنات ان مش كل حاجه لازم تكون بيرفكت 100%. ممكن الفيديوهات اللي انت بتشوفيها دي، مش هقولك ان هم مثلا كدابين او بيضحكوا عليكي او الكلام ده، لا انا ساعات او اكتر الوقت ممكن يعني 99.9% بطلع اصور واخلص، وبعد ما بخلص تصوير وساعات قبل ما بخلص تصوير بلاقي ابني قلب الدولاب. عايزه اقول لكم من واقع الخبره اللي انا فيها دلوقتي، ابني دخل قلب الدولاب وانا قاعده عادي، يعني عادي خالص. فبرجع اطبقه تاني وبعمل تاني. طول ما عندك ولاد، طول ما عندك كركبه، طول ما عندك مواعين، طول ما عندك الدنيا مش متظبطه، اعرفي ان انت عندك خير في بيتك. اتمنى فيديو النهارده عجبك، متنسيش اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.